بئس الصنيع بئس الفعل. يرزقك الله الملايين وستعطي أمك من الزكاة أو تعطي أباك من الزكاة؟ أما تستحي على نفسك من أب قام عليك وأم قامت عليك ثم لا تنفق عليهم إلا من الزكاة من أوساخ المال؟ وذاك يريد أن يصل ابنته من الزكاة، وهذا يريد أن يوسع على ولده من الزكاة، يتحيل، وهذا يعطي هدية لخاله، هدية لخالته، هدية للمسؤول الفلاني، هدية للعلاني، والفقراء يخرجون من الزكاة صفر. هذا هو الواقع، هذا الذي تعاني منه الأمة. أما رزق الله فواسع، فعلى التجار وعلى أصحاب الأموال وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه في عهده كان يخرج الرجل بزكاة ماله لا يجد من يقبلها، لأن الزكاة خرجت والأموال وزعت والفقراء أغناهم الله. تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة. وكان الإنسان قتورا أي بخيلا ممسكا عن الإنفاق. المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان. قد يوجد من الإنسان من هو كريم ينفق في أوجه الخير، لكن الأصل أن أكثر الناس على المعنى الأول، وإلا لو أخرجت الأموال على الوجه الذي شرعه الله والله ما تجد فقراء، ما تجد فقراء أبدا. كم هي أموال المسلمين؟ فلو أخرج ربع العشر ما ستجد فقراء. بل بعض الدول مثل دول الخليج لو أعطت لكل مواطن من مواطنيها 1,000,000 ريال ما يكون ذلك شيء، ويصير الشعب كله غني. وهكذا لو أن تجار المسلمين يخرجون زكوات تجاراتهم ما هناك فقراء. هذا معه 1,000,000 كم زكاتها؟ ذاك معه 1,000,000 كم زكاتها؟ هذا معه كذا كم زكاتها؟ ستجد أن الناس في حالة من السعة، لكن الناس يبخلون بما أوجب الله عز وجل عليهم. تجد التاجر في آخر العام يتحيل تحيلا على الزكاة، هذا يقول لك ما رأيك أعطي لأمي من الزكاة؟ بئس القول بئس الصنيع بئس الفعل. يرزقك الله الملايين وستعطي أمك من الزكاة أو تعطي أباك من الزكاة؟ أما تستحي على نفسك من أب قام عليك وأم قامت عليك ثم لا تنفق عليهم إلا من الزكاة من أوساخ المال؟ وذاك يريد أن يصل ابنته من الزكاة، وهذا يريد أن يوسع على ولده من الزكاة، يتحيل، وهذا يعطي هدية لخاله، هدية لخالته، هدية للمسؤول الفلاني، هدية للعلاني، والفقراء يخرجون من الزكاة صفر. هذا هو الواقع، هذا الذي تعاني منه الأمة. أما رزق الله فواسع، لكن المشكلة أن مستحق الزكاة يخرج من الزكاة بلا شيء. وفي دول الخليج سيطرت على الزكوات الجمعيات التي لا تنفق في أوجه الخير، وإنما تكدس الأموال لأنفسها ولمن كان على طريقتها، إما في حزبية أو في مذاهب الردية. والفقراء في العالم يئنون من الفقر والجوع والمرض والعري وقلة المساكن وغير ذلك. وتعمد الكفار تعمدا حين قالوا لا تقبل الزكوات ولا تنفق الأموال إلا عن طريق الجمعيات. جمعيات ما تعطي الفقراء شيء، وإذا أعطت ما يسمى بالحقيبة المدرسية أو ما يسمى بكسوة الشتاء أو ما يسمى بأضحية العيد، أخبرنا من كان معهم أنه يصور البقرة من هذا الجنب ويرجع يصورها من هذا الجنب ويرجع يصور من هذا الجنب، ويخبر أنه ذبح 3 بقرات بصورة واحدة. وهكذا يوزعون ما يسمى بالحقيبة المدرسية على مجموعة من الأطفال وكأنهم وزعوا للعالم الإسلامي. الله عز وجل حكم عدل، قد بسط رزقه ووسع لعباده وأمر عباده أن يوسعوا على غيرهم، فحصل القنوط والبخل من عدم الإنفاق في أوجه الخير. فعلى التجار وعلى أصحاب الأموال وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه في عهده
كان يخرج الرجل بزكاة ماله لا يجد من يقبلها، لأن الزكاة خرجت والأموال وزعت والفقراء أغناهم الله، هذا هو. أما الإنسان حاله كما قال الله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي الواسعة العظيمة الكثيرة إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خوف الفقر والإملاق. وكان الإنسان أي جنس الإنسان قطورا بخيلا، والإنسان يبخل على نفسه يوم القيامة يلحقه ماله وكنزه على صورة ثعبان عظيم وهو يهرب منه ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك، أن تهرب؟ فلا يجد بد من أن يمد له يده فيجعل يقضمها وهو ينظر. هذا مالك الذي كنزته في الدنيا ولم تنفقه على مستحقيه، ثعبان يقضمك يوم القيامة. ما نتحمل قرصة نامس، قرصة ذرة، فكيف بهذا الثعبان العظيم الذي لا يجاوز هذه اليد في نهشه، في قضمه، في غير ذلك. أسأل الله السلامة والعافية، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.